من التقنيات الحديثة للإنتاج اللي كيقدمها المجمع. والمجمع من جهته كذلك كيضمن تزويد الوحدات الصناعية الفلاحية بمنتوجات ذات جودة عالية ومضمونة المسار، وكل هذا في إطار شراكة مربحة لكلا الطرفين. اليوم وكالة المياه الفلاحية بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء ستات ضمن ندوة حول التجميع الفلاحي والدور اللي كيلعبوا التجميع في اقتصاد مياه الري، لأنه هذه الندوة كتندرج في إطار مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري بدائرتين سقويتين للوكوس ودكالة. نظمنا هذه أسبوعين في جهة طنجة بالنسبة لدائرة لوكوس، واليوم حنايا متواجدين في الدار البيضاء باش نحسوا أكثر الفاعلين في القطاع باش نخرطوا في التجميع الفلاحي، لأن التجميع الفلاحي عنده واحد الدور جد مهم، لأن المجمع يقدر يقدم واحد الدور جد مهم بالنسبة للفلاحة، خصوصا بالنسبة للتدبير المستدام لمياه الري. وكما كتعرفوا يعني الآن يعني أننا كلنا خاصنا نعملوا جاهدين باش يكون واحد تدبير يكون مستدام بالنسبة لمياه الري، خصوصا للفلاحة الصغار. والتجميع الفلاحي يعني عنده واحد الدور جد مهم من حيث التأطير، لأن المجمع كيقدم واحد الدور تأطير وترشيد الفلاحين يعني في جميع التقنيات الحديثة وتقنيات الإنتاج الحديثة، وكذلك كيضمن لهم تثمين وتسويق المنتوجات ديالهم. وهو المجمع من جهته كذلك كيضمن أن يتزود وحدات التثمين ديالو تزود بمنتوجات ذات جودة عالية ومضمونة المصدر، لأنه كيعرف مع من كيشتغل. والفلاح الصغير ما يمكنش بوحده يعني يتكلف بالتأطير التقني، يتكلف بالتسويق إلى غير ذلك. لذلك كنشجعوا هذا النظام ديال التجميع الفلاحي اللي جا به أصلا مخطط المغرب الأخضر، والآن في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، يعني بما كنسميوهم مشاريع تجميع من الجيل الجديد اللي كتسم بواحد يعني لأننا بسطنا كثيرا مساطر المصادقة على هذه المشاريع ومساطر منح الدعم، وكنشجعوا أكثر الفاعلين في القطاع باش ينخرطوا في نظام التجميع الفلاحي باش يستافدوا عدد كبير من الفلاحة وتكون عنده واحد الدور كذلك في اقتصاد مياه الري. فهذه الندوة كتعقد في إطار التحسيس والمزيد من التحسيس كذلك للتجميع الفلاحي. هذه الآلية اللي كانت جات في المخطط المغرب الأخضر، وكذلك كتعد من بين أهم المحاور في المخطط الجديد للجيل الأخضر، خاصة بعد تبسيط المساطر ديال التجميع الفلاحي. فهو آلية اللي كيمكننا باش يجمع المنتجين الصغار حول وحدات الإنتاج والتثمين، وذلك لأفضل للتسويق ديال المنتجات ديالنا في أفضل الظروف، وتفادي كذلك الوسطاء، بحيث كتكون واحد العلاقة رابح بين المجمعين والمجمعين، ومن شأنهم كذلك باش ينقصوا من الوسطاء ديال المنتوجات الفلاحية. هذا المشروع ديال التجميع الفلاحي فهو مشروع مندمج ومتكامل اللي كيضمن لنا واحد الشراكة مع المتعاقدين اللي احنا معاهم اللي هما المجمعين في منطق رابح، بحيث أن شركة إيلدين اللي هي المجمع مع المجمعين ديالها اللي هما مربين ديال تربية الدواجن كندعموهم بالمواد الأولية من أعلاف ومن كتكوت لهم الوحيد، وهو ما يشكل لهم أيضا واحد المصدر ديال التمويل غير مباشر، وتنقوم معهم بالتأثير التقني والصحي اللازم لضمان المردودية ومنتوج ذو جودة عالية. وفي الأخير تنقوم بجلب هذا المنتوج من أجل الذبح التقطيع والتحويل والتسويق ديالو عبر مختلف ربوع المملكة فيما بجميع أنواع يعني عند جميع أنواع الزبناء ديالنا من محلات عصرية ومن المطعمة. وهذا المشروع بالفضل ديال تضافر الجهود ديال وكالة التنمية الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء سطات، قمنا كل عام كنزيدوا في الاستثمارات ديالنا وكنزيدوا نجلبوا عدد اكبر من المجمعين، واللي كل شيء مستفد منه. كتكون عندنا حتى حنا واحد الرؤيه مستقبليه واضحه وكنضمنوا بها المنتوج باش نأديو الالتزامات ديالنا مع الزبناء ديالنا.